بيبدأ الفيلم بمرزوق اللي بيخرج من السجن ويترمى في حضنه صاحبه خوليو، صاحب دراعي وعم قرشي. وبيقلبوا في آخر سجارة معاه في العلبة، وبياخده يروح ينتقم من الخواجة مشري اللي بسببه السجن. وده شكل الخواجة، هو ابن بلد وبيتكلم صعيدي، مش هنركز في التفاصيل الصغيرة دي. مرزوق بيتجرح عليه وبيقول له ايه الفرق بين النملة الذكر والنملة النتاية، وكان مرزوق خرمان فبياخد سجارة وبيسرق العلبة كمان. وبيولع السيجاره وبيولع ترابيزه معاها، والخواجه مشريه بيفضل قاعد قدام النار من غير اي سبب. بس قعدت افكر لقيت تفسيرين، يا اما مرزوق قرف سره تعويذه عشان يثبته على الكرسي، او ممكن بسبب قوه كاريزما عادل امام شلته في مكانه. شنب الحرج يا رجاله، شنب الحرج. سبحان الله، حس بشنبه اللي هو شويه شعر، بس ما حسش بوشه اللي فيه حرق من الدرجه التانيه. مرزوق بيسرق الخماره ويروح الغرزه يحشش بالفلوس الحرام ويعمل المهم 5 جنيه بس. وكمان بيستخسر يراضي الست عشان يبقى عمل كل حاجة حرام في اليوم ده. وبيروح مرزوق وهو في الطريق بيلاقي 2 بيشربوا سجاير، فبيفكر يقلبهم في السجاير لكن بيطلع كمين من خواجة مشرقي. وهنا دي أول معركة في الفيلم، معركة الكرو. بتبدأ معركة الكرو بمرزوق اللي بيضحك وهو بيفتكر أيام الجيم والكاراتيه. هم دول بس؟ أنا أبويا قال لي هز الخواجة وما تضربوش. الأول بيدخل يضربه بالعصاية فبياخدها منه ويضربه بيها. بيطلع العربية الكرو وبيلاقي 2 في وضع غريب، هي ناقصة نجاسة. بيضربه بالعصاية وبيديها له هدية، ونلاحظ إن كلهم بيهجموا بالدور واحد واحد. بيدخل واحد بالموتوسيكل ويقول كل دول على واحد مش مرجاله برضه. روح لحالك روح. فكرمش له السويتر، كده كرمش السويتر. فيضطر يضربه على الهوا، بس تقريبا كان عايز يكرمش له هدومه. بيشد الجنزير ويضم على مرزوق اللي ماسك صفيحة سمنة. لكن في اللحظة دي بتيجي الشرطة وكلهم بيهربوا ما عدا مرزوق اللي كان محتاج عزومة، وبيهربوا وينطوا من فوق الكرو. بس البوليس بيعرف ازاي يلاقيهم. بتعرف تعوم؟ ليه؟ صل على رسول الله. العربية بتوصل وفيها 4، بس سبحان الله بيتحولوا 6، نصهم لابسين أبيض والنص التاني أسود. وبعد كل الأكشن ده بيتعرفوا على بعض، وبركات بياخدوا معاه البيت. تلابس بالشكل ده. الخواجة مشرقي بيروح يشتكي الأمين بيه اللي بيهزقه إنه جاله في وقت متأخر وكمان لابس طقم مش شيك. فبتقطع كلامه مرات أمين بيه، كفايه. بتشرب الكاس ومستنياها عشان مش بتعرف تنام لوحدها. فالخواجة مشرقي بيقول له كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن. المهم أمين بيه بيهزقه وبتيجي مراته تنهي كلامهم عشان عايزة تتنام. والكاميرا بتاخدنا عند بيت بركات، وبنلاقي الست بتلاغي مرزوق، ودي كده تاني واحدة تقف في حب عادل إمام، قصدي مرزوق. وده طبعا لأنه عادل إمام الكاريزما. بركات بياخد مرزوق في مشوار اللي بيقابل فيه الباشا حسان، وبيتفق معاه إنه يبيع العربية باسمه وياخد 10%. لكن مرزوق بيقول له إن الموضوع فيه إن تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس. ايه؟ ايه هتغرقها يا رخرة؟ وبيروحوا ياكلوا أحلى طبق كشري. وبكده يكون الجزء الأول انتهى.